أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم مساء اليوم. ويلتقي الهلال بغريمه التقليدي فريق النصر السعودي على لقب كأس السوبر السعودي مساء السبت عند الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وأعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي تعيين البرتغالي أرتور دياز البالغ من العمر 45 عاما حكما لمواجهة الهلال والنصر في نهائي السوبر، والذي قدم طلبا رسميا للاتحاد البرتغالي مساء أمس يفيد فيه باعتزاله نهائيا التحكيم. وسيكون الطاقم المساعد أيضا من البرتغال، حيث تم تعيين حكام الراية بيدرو ريبيرو وبيدرو مارتينيز، بالإضافة إلى فيصل البلوي حكما رابعا لديربي النهائي في السوبر السعودي. أثار قرار الاتحاد السعودي الجدل في أوساط الشارع الرياضي قبل ساعات من انطلاق النهائي المرتقب، حيث أثار تعيين الحكم المعتزل مخاوف جمهوري فريق الهلال والنصر من حدوث جدل وأخطاء تحكيمية لم تكن بالبعيدة عن مباريات الفريقين الأخيرة في مختلف البطولات. وستتم إذاعة مباراة الهلال ضد النصر عبر قنوات SSC Sport HD1 بتعليق فهد العتيبي، والتي تمتلك حقوق البث الحصرية لبطولة كأس السوبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي.